السلام عليكم. النهارده هعمل في الفيديو 4 افكار، 3 افكار منهم اعاده تدوير، واول فكره اللي انتوا شايفينها معايا دلوقتي ديت مش اعاده تدوير. لو عندك ورق ابيض زي ده وبتاع اللوح، وعندك شويه خرز، وعندك ماده لاصقه، وعندك قلم، تعالي بقى وهنعمل فكره ميداليه حلوه قوي وبسيطه تقدري تعمليها لنفسك في البيت. زي ما انتوا شايفين كده، استخدمت المقص عشان اقص بيه الحرف بعد ما رسمته على الورق الابيض. لو عايز تعملي حرف الاي، عايز تعملي حرف الاي، اليو، الواي، الكي، اي حرف عايزه تعمليه ترسميه زي ما انا رسماه كده اهوت، وبعد كده تبتدي تقصيه عشان نبدا بقى نعمله على شكل ميداليه حلوه كده وبسيطه ليكي وسهله تقدري تعمليها انت كمان في البيت. زي ما انتم شايفين الورق خفيف، مش تقيل قوي، فهعمل طبقتين والزقهم في بعض عشان يبقى الورقه معايا متماسكه اكتر من كده. وما خدتش الكرتون علشان انا عايزه تبقى الخلفيه للخرز تبقى مديه لون ابيض، ما تبقاش كرتون واضطر اغلفها تاني. ومش عايزاها تكون تقيله، لا انا عايزاها تكون ميداليه بسيطه خفيفه تتحط في الشنطه، ما تبقاش عامله زحمه وتبقاش تقيله كمان على الميداليه. فزي ما انتم شايفين بيبقى الورق ده خفيف وسهل ان انت تلزقي عليه كمان الخرز. مش هتحتاجي تغلفيه عشان هو لونه ابيض كمان، فالخرز كمان اللي هعمله لونه ابيض، فتبقى الخلفيه بتاعته حلوه. زي ما انتوا شايفين كده انا هلزق الاتنين اللي عملتهم حرف الان على بعض عشان تبقى الورقة شكلها تقيل ومتماسك اكتر. وبعد كده هساوي الحرفين عشان يبقى الاتنين لازقين في بعض نفس السوا ونفس الحجم وكل حاجة. وهستخدم طبعا مسدس الشمع في لاني الزق الخرز في الورقة. وانا مختاره الخرز اللولي الابيض مع خرز ذهبي صغير، واحط الخرز الذهبي الصغير في وسط اللولي الابيض اللي انا هحطه في الحرف، فالاتنين مع بعض هيدوا ميكس حلو قوي للحرف، ويتعلقوا في الميداليه هيدوا منظرهم حلو قوي. وهوريكم هحط عليها ايه حاجه متوفره كده عندك في البيت تعلقي منها ال- الحرف في الميداليه. هتشوفوا الشكل في النهايه هيبقى حلو قوي ان شاء الله يعجبكم، وسهل بالنسبه لكم تقدروا تعملوه في البيت بكل سهوله، وتعملي حرفك او حرف حد بتحبيه وتعلقيه في الميداليه عندك، او اسمك كامل كله ممكن تعمليه كمان بطريقه سهله وبسيطه، مش هياخد معاكي وقت. وكمان هتعملي تكوني عاملاه بايديكي، فهتحسي ان انت عملتي حاجه لنفسك احلى. زي ما انتم شايفين كده هاجي اعمل في الظهر كمان بالخرز اللولي الابيض، يعني عشان الناحيتين يبقوا محطوطين فيهم خرز، بس ده هبعدها شويه عن بعض، اخلي ايه شكل الظهر غير الوش زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى دلوقتي بعد ما خلصت الحرف بالخرز هبتدي بقى اجي اخد دبوس زي ما انتم شايفين كده، وهعمله هو ده اللي هيمسك في الميداليه بتاعه المفاتيح. هحط خرز في الدبوس كده واقفله، وبعد كده هاجي من الحته اللي تحت ديت اللي في الدبوس وهملاها شمع عشان ما تفتحش، وفي نفس الوقت هعلق منها الحرف. وبعد كده هلزق عليه الحرف عشان ما يبان، هلزق عليه خرزاية عشان ما تبانش الشكل بتاع الدبوس زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هجيب الميدالية وابتدي ادخل الميدالية في الدبوس بعد ما عملت الحرف، والحرف طبعا خفيف فهيبقى خفيف على الميدالية، وبطريقة سهلة وبسيطة عملتي ميدالية بسيطة بحرفك وشكلها حلو تحطيها في الميدالية بتاعتك. ودي كانت اول فكرة معايا النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة، مش اعادة تدوير، لكن تعالوا بقى نشوف ايه الافكار اللي في الفيديو هي اعادة تدوير من حاجات عندك ممكن تعملي بيها فكرة برضو لبيتك حلوة ان شاء الله. ما تكلفيش نفسك وتستغلي كل حاجة هترميها في ان انت تعملي اعادة تدوير ليها. الفكرة ديت ممكن تشتري حاجاتها بسيطة جدا. الخرز، وبصوا انا عملت حرف قبل كده اهوت، لو انتوا كنتوا شفتوه قبل كده في فيديو اللي عملته قبل كده، فهسيب لكم الفيديو تحت في الكومنتات تشوفوه. يا رب يعجبكم وتقدروا تعملوا زي ما انا عاملاه، شكله حلو وبسيط وسهل وما كلفنيش غير الخرز. والكرتونه كانت كرتونه عندي زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وعملت حرف مجسم تقدري تحطيه على مكتب، على ترابيزه، على اي حاجه عندك في النيش، شكله حلو قوي. النهارده بقى تاني فكره النهارده هي اعاده تدوير كرتونه البيض. زي ما انتم شايفين كده كرتونه البيض اكيد بتستخدميها وبعد كده بتاخدي البيض منها وترميها، لا هاتيها. وزي ما عملت فيديو في رمضان عن الفوانيس رمضان من كرتونه البيض، ويا ريت لو ما شفتوش شوفيه ان شاء الله يعجبك. عملت كمان كذا فكره النهارده آه، من كرتونه البيض. ممكن تعملي زي ما انتم شايفين كده قصاه بطريقه سهله وبسيطه اكنك هتعملي فانوس بالظبط، لكن هتفتحيه من الجناب. بصوا زي ما انتم شايفين كده بقص سبعات من الجوانب.
دي بقى الحته اللي بتبقى في الكرتونه على الجنب ما بتبقاش ليها لازمه ومش عارفين نعملها ايه. زي ما انتم شايفين كده عملت يجي 7 ولا 8 وحدات منها في الجنب الناحيه دي. ممكن برضو تستخدميها في نفس الفكره اللي انا هعملها النهارده، بس انا وريتك وقصيتها ازاي. بس ما كانش عندي حاجه احطها جواها، لكن أنا وريتك سهله تقصها. هتبقى عامله زي السبعه كده ومفتوحه من فوق، وممكن يتحط فيها اي اكسسوار من فوق وتتعلق بمنظر حلو. لكن انا عملت بالشكل ده معاكم النهارده، اللي هو زي حاجه كده نحط فيها الزرع ونعلقها في حته ستان كده. بصوا شكلها في النهايه عامله ازاي، زي ثبت الزرع الصغير. طبعا ممكن يترش بسبراي اي لون، اخضر، بني، بنفسجي، زي ما هي بنفسجي زي ما انا سبت الكرتونه على شكلها وعلى لونها عجبني يعني، مش رخم ولا حاجه. وحته الستان اللي انا هعلق فيها كانت لونها بنفسجي، فالاتنين مع بعض شكلهم حلو. وبعد كده علقتها بالشكل دوت. ممكن تعلقيها في اي حته في البيت عندك بشكل بسيط وسهل وجميل في الاخر. لو عندك بقى قطعه ورق فوم بسيطه وصغيره وشايفاها اللي ملهاش لازمه، لا، هتستخدميها وتبقى حلوه قوي ليها لازمه. هتستخدمي قطعه الفوم اللي ملهاش لازمه، اللي انت حاسه ممكن تترمي ومش هتستخدم في حاجه، هعمل منها ورده ادخلها جوه ال السبت بتاع الورد، بتاع البيض اللي انا عملته. زي ما انتم شايفين كده هعملها ضفيره بعد ما قصيتها 3 شرايح. هبتدي اضفرها، تتضفر بطريقه سهله وبسيطه، وكمان هتبقى احلى لو ما كانتش بتتفك وتتلزق، والظهر بتاعها يبقى احمر زي ما هو، فكان هتبقى احلى من كده بكتير. لكن هي اللي كان عندي متوفر عندي هو اللي كان الفوم اللي بيتلزق. فلو ما عندكيش الفوم اللي بيتلزق فكان هيبقى شكله احلى لما تيجي تعمليها الورده، عشان الظهر هيبقى كمان لونه احمر فهيبقى شكله حلو. بدات افتح في الاخر بقى بدل ما الزق بالمسدس الشمع، هي اصلا بيلزق، فهلزق الثلاث اجزاء بتوع الفوم في بعض. وبعد كده ابتدي الفها بدوران كده، هي هتديني بقى شكل الوردة من نفسها. زي ما انتم شايفين كده عملت الوردة. اللون الابيض بقى بتاع اللزق بتاع الفوم هو اللي ملخبط الشكل شوية، لكن هي مديه شكل الوردة قوي. وهعمل واحدة تانية لما اشيل منها اللزق من الظهر اللي هو لونه ابيض ده، هيبقى شكلها مختلف وباينة اكتر. زي ما انتم شايفين كده بعد ما اقصها شرايح هبتدي اشيل اللزقه من الظهر وابتدي اعملها، وبقيت اهي بالشكل ده. هاجي بقى اخد كرتونه البيض اللي لونها ابيض واحط فيها الزرع الاخضر، واحط فيها الورده اللي عملتها والزقها بالمسدس الشمع بالشكل ده. احطها في الزرع كده. تقدري بقى تعملي بكرتونة البيض كام واحدة من ديت، بس دول اللي كانوا فايدين مني من الفوانيس اللي عملتها قبل كده معاكم في الفيديو. قلت لكم مش هعملها كلها فوانيس، انا هاخد من الكرتون جزء واعمله في فيديو تاني بشكل مختلف. فزي ما وعدتكم قلت لكم هعمل كده، عملت الشكل ده زي ما انتم شايفين كده. تقدروا تعملوا منه اثبته زرع صغيره تتحط في اي مكان في الشقه، في البلكونه، على السلم، تزيني بيها سلمك بشكل حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده، زي ما تحبي تحطيها فين. هاجي بقى بحته الفوم اللي فاضت برضو صغيره واحط من تحت كده مربعه بسيطه، واروح قصه الزياده. طبعا الفوم ده بيلزق فكان سهل في الاستخدام. بس كده عملت بالشكل ده. وده كان شكل تاني لكرتونة البيض، غير بقى الفوانيس اللي عملتها في الفيديو قبل كده. زي ما قلت لكم عملت الشكلين اللي عملته لكم بكرتونه البنفسجي. عملت 3 تحت بعض، علقتهم بشريط ستان. الفكره التانية عملت ثبت الورد دوت بالشكل ده برضو من كرتونه البيض البيضه. والورد عملتها من الفوم الجليتر اللي بيلزق. بس كده ده الشكل في النهايه. يا رب الفكره دي كمان تكون عجبتكم. تعالوا بقى ننتقل على الفكره رقم 4. لو عندك مراية اللي فيها البلاستيك دي والمراية اتكسرت، ما تقوليش بقى المراية اتكسرت وهرمي دي كمان، لا، هاتيها وتعالي نعمل لها اعادة تدوير للجزء البلاستيك بتاعها ده. نعمل شيالة فوط، شيالة. تعالوا نشوف هعملها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك حتة قماشة او عندك طرحة مش هتستخدميها، ممكن تقصيها شرايح بسيطة، وبعد كده هو تبدأي تغلفي بيها البلاستيك ده زي ما انتوا شايفين كده.
مش هيحتاج حاجة. ممكن لو عندك شمع تلزقي في اولها من اولها وتلزقي نهايتها فقط، لكن مش هتحتاجي ان انت تلزقي مع كل فترة، مع كل جزء بتلفيه، لانها هي اصلا بتلف نفسها بنفس يعني بتلف وتتماسك مع نفسها في بعض. متحتاجش ان انت تلزقيها كل شوية، تلزقيها من الطرف وتلزقيها من الحتة الاولانية. وبعد كده حطيت الوردة دي في النص، لقيتها نفس يعني مناسبة مع اللون. وبس كده. وتقدري تعلقي فيها الفوطه بتاعه المطبخ، الفوطه بتستخدميها تمسحي بيها رخامه، فوطه يعني الفوط اللي انت عايزه تعلقيها في المطبخ. بالشكل دوت سهل وبسيطه في الباب كده بتاع المطبخ، او في اي مسمار كده تعلقيه وتحطيها فيها. وبس كده، دي كانت الافكار بتاعه النهارده، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.